اليو اس ما وانصار المولديه. نرجع لكابتن رفيق صيفي باعتبار رفيقه منظر رائع جدا على فكره. قبل رفيق شاهد جيدا هذه الدخله. شريف ممكن تشيلني هذا هو الممتاز، شيلني وخلينا هذه الصوره احلى بكثير من الموجود. شكرا جزيلا شريف خيري. شريف على فكره هذه اجواءه شاهد جيدا، يعطيك رغبه تمشي تيفو تلعب المباراه من طراز عالمي. شاهد تيفو لجماهير اليو اس ما ولجماهير هذه تيفو جماهير اليو اس ما، هذه الجهه المقابله دخلت وتيفو جماهير المولديه. صور رائعه جدا توصلنا من ملعب 5 جويليا بالعاصمه. ونرجع لك في النقطه اللي قلتها منذ قليل كابتن رفيق صيفي، شو دخل رئيس النادي؟ احنا الا في الانديه العربيه رئيس نادي ينزل ويتدخل ويتكلم، لان خطاب ولا حوار رئيس النادي نعرفوا ان عنده علاقته مع بعض اللاعبين في المولوديه يحترم ويسمع. لهذا نقدر نقول حوار رئيس النادي وحوار المدرب في الاسبوع ليس الا اليوم يعرف يلحق الرساله للاعبين باش يعطيهم العزيمه، يعطيهم التركيز. رئيس النادي فلوس والمنحه رئيس النادي فلوس مش خطاب. شوف فلوس. ندخل حجرات الملابس عندكم مكافاه ما نعرفش انا 2000 دولار 3000 دولار. هذاك هو الحوار، فلوس. هذا الحوار رئيس النادي في المكافاه وقبل المباراه، ولكن في المباراه ولا واحد يفكر في الفلوس ولا واحد يفكر في المنحه، يفكروا كلهم باش يقوموا مباراه ويفوزوا اليوم، لان المباراه هذه اليوم مباراه مهمه في منعرج مولوديه العاصمه اليوم. يعني في التغييرات اللي وقعت الاسبوع هذه تقريبا في 15 يوم شفنا كل شيء، تغييرات، فوز على في النصف النهائي، تأهل للنهائي، كله. تشوف هذه الأجواء تعطيك والله تعطيك رغبة باش تمشي تلعب مباراة تكون. أنا شريف نطلب منك فقط مش نسكت 20 ثانية، أعطيني أجواء الملعب. هذه الأهم. صراحة أجواء رائعة جدا. تمنينا أن نكون